بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض فيديو جديد، غدا جديد سهل وسريع بسيط. يا رب الفيديو يعجبكم. بسم الله على بركة الله. كده هنعمل مع بعض شوربة خضار على فراخ بلدي وملوخية ناشفة صعيدي وحبة رز كده بشعرية، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك إن شاء الله. معايا هنا الحلة حطيت فيها مية غليت، حطيت فيها جزر، بصل، فلفل، ورق لورا. ما كانش عندي طماطم حطيت قرن فلفل احمر اللي هو الحلو اللي هو الالوان. ونزلت كده غلي كويس. نزلت عندي ديكين بلدي شمرت ما شاء الله، يعني شمرت بمعنى ان هم مش عواجيز مش كبار مش هياخدوا سوا. دي تربية بيتي ما شاء الله. كده حطيتهم وهسيبهم بقى ياخدوا كده ويدوا مع بعض. اول ما الشوربة تغلي هوطي عليها وهنقلها طبعا على عين تاني. وهنا بقى نحمر مع بعض كده حبة شعرية، نعمل نص كيلو رز كده ايه على طول جنب الغدا. احمر الشعرية، انا بحب اديها لون الذهبي ده، تبقى لونها كده جميل وفاتحة. هنزل بنص كيلو الرز، طبعا تقدري تعملي الكمية اللي تحبيها. هنا شوحت الرز، انا بحب اشوح الرز كتير يعني عشان خاطر يفلفل زي ما قلتلكوا قبل كده ميبقاش معجن. بديله ملح ورشة فلفل اسود بسيطة مش كتير، وبفضل اشوح فيه كتير. يعني اهم حاجة بالنسبة لي ان أنا اشوح الرز كتير. طبعا هنا انا هركنه عشان مش هسويه دلوقتي إلا لما اقرب ايه اخلص الغدا. هنا معايا بقى الديوك غليت اهي ما شاء الله. انا حيقتهم وانا بشوح الرز، اديتها ملح وفلفل اسود وحبة 7 بهارات، لان دي ديوك بلدي مبقاش فيها سمين او ما بتعملش شوربة سمينة. فهديتها حبة بهارات كده عشان ايه تخلي تظبط الطعم بتاعها. هنا باخد حبة شوربة عشان اعمل فيها شوربة خضار. انا وانا عامل الديوك ما عليها تستوي الفراخ، كنت وضبت خضار مشكل كوسة وبسلة وجزر، كل الخضار اللي عندك، بس انا مش بحط بطاطس في شوربة الخضار. وخدت كده نص الشوربة وهسيب برضو الفراخ تكمل سواها. هي طبعا خلاص داخلة على السوا. هجيب هنا كده الشوربة اهيت. انا كنت بحسب ان انا مصورة المقطع بتاع الخضار وانا بحطه، بس انا ما كنتش مصوره. اول ما الشوربة غليت نزلت بالخضار بتاعي. دي شوربة خضار سهلة كده وبسيطة على طول. هسيبها طبعا تغلي وهروح مسوية بقى الرز، لان كده ايه مفيش الا حبة الملوخية بس ان شاء الله. انا بسخن الرز عشان انا كنت ركنته، فتاني رجعت ان انا ايه اسخن كده الرز. هشوحه كده كويس، هو متشوح بس هسخنه، بس اديله تقليبة كده. وهنا اهوت الشوربة شغالة، وشوربة الخضار برضو اهي شغالة. هضيف بقى كده المية، وانا كنت حاطة طبعا الملح والفلفل الاسود. وهسيبه بقى طبعا يغلي. اول ما يغلي هروح موطية عليه يتشرب وهدي عليه النار. هنا كده اهوت انا هديت عليه النار كده. نعمل بقى حبة ملوخية مع بعض. اجيب برضو حبة شوربة واحط فيها حتة توم، ده توم انا بفرزه في الفريزر. احط كده حتة توم. والملوخية الناشفة دي ملوخية صعيدي، بتتباع مع الناس طبعا اللي هم الفلاحين اللي بيجيبوا الجبنة والبيض والحاجات الفلاحي، لا اما في عند العطار، بس يكون يعني حد واثقة فيكم ملوخيته نضيفة وكده. دي ملوخية اسمها ملوخية ناشفة، طبعا الصعايدة والفلاحين عارفينها. انا بحب برضو اعملها اما بتكون عندي بعملها. هنا بنزل بالشوربة. فطبعا على طول يعني الملوخية بتنزل تبقى معايا خفيفة، فحبيت اظبط بقى الدنيا. حطيت حبة شوربة صغيرين، وقلت لو احتجت هزود ايه تاني، لان أنا على طول الملوخية بتخدعني وتخف مني. فنزلت الاول بحبة شوربة صغيرين ونزلت عليهم بالملوخية، حسيت ان هي تقيلة فقلت ايه ازود حبة شوربة تاني. طبعا معلش سامحوني صوتي عندي برد، الحمد لله على كل شيء. فقلت اعمل حبة شوربة خضار كده عشان خاطر ايه الحمد لله الجو انتوا عارفينه اليومين دول منقلب. فربنا يا رب يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. فهنا بعمل الدقة بتاع الملوخية، الطشة بتاع الملوخية. جبت كده طاسة وفيها معلقة سمنة كبيرة وحتة توم كبيرة. الرز خلاص انا بقولكوا الرز هنا خلص اهو، وشوربة الخضار خلصت برضو، فيدوب بس هتش الملوخية. وانا عينت الفراخ حطيتها في الفرن وانا بتش الملوخية كده. وحطي معلقتين كزبرة، انا بحب الكزبرة الناشفة في الملوخية كتير، مع التومة. هشوح بقى التومة كده لغاية ما نشم ريحتها.
دي اسمها كده تقلية عندنا هنا في مصر، بنتش بيها الملوخية. هقلب كده التومة لغاية ما ريحتها تطلع وتحمر هي والكزبرة. هنقلبهم كويس. طبعا الملوخية كانت سخنة لسه عيناها. ده غدا كده سهل وبسيط. انا قلت اعمل حبة شوربة خضار، وقلت برضه اعمل حبة ملوخية جنبيهم كده وحبة رز. وان شاء الله الفيديو لو عجبك حطلي لايك واشتركي في القناة. ولو ان شاء الله حابة اي طريقة اي وصفة او حابة اعمل لكم اي وصفة اكتبولي في الكومنتات. وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض كل جديد باذنك يا رب ان شاء الله. هنا كده انا تشيت الملوخية، هديها بقى غلوة كده بس على السريع، وعينها خلاص من على النار. اديتها تاني كبش الشوربة ان هي ما شاء الله بتتقل، عشان انا خلاص حرمت ان انا ازود الشوربة من الاول، عشان انا باجي اعملها كذا مرة الاقيها خفت معايا، او ساعة التقديم الاقيها خفت معايا اوي. فابتديت ان انا انزل كده ايه بحبة حبة من الشوربة لغاية ما اظبط القوام بتاعها. وبعدين الملوخية الناشفة بتتقل عن الملوخية الخضراء، كل ما بسيبيها كل ما بتتقل اكتر. اول ما تغلي كده من الجنب بس اروح قافلة عليها. وهنا طبعا قدمت الاكل. انا الفراخ طبعا حمرتها، ودي شوربة الخضار والرز معانا. وده المخلل اللي احنا عملناه سوا على القناة ولسه فاتحة عليه. انا لسه ده اول حاجة فاتحة عليه مطلعاه. الفراخ طبعا المفروض ان هي تبقى يعني مسلوقة جنب شوربة الخضار، بس انا عيالي مش بياكلوها مسلوقة، بياكلوها محمرة ومحمرة قوي كمان، عشان مش بيحبوا اي حاجة مسلوقة ولا لحمة مسلوقة. حتى اللحمة بحمرها لهم قوي لو كلوها، لان هم ملهمش برضو في اللحمة، ملهمش تقال على اللحم. وكده ده كان غدانا سهل وبسيط، ملوخية ناشفة ورز وشوربة خضار وفراخ بلدي. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وتكونوا بتستفادوا مني بأي معلومة. وان شاء الله لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.